افشل ناس في الدرجات الجامعيه هم اغنى اغنياء العالم. قلت لكم ان الحاجه الوحيده والضمان اللي يمنع اي فكره سلبيه تجيلك هي ايه؟ هي علاقتك مع ربنا. ليه؟ لان الشيطان يخوف اولياءه. بتسمعي كلامه ليه؟ بيديكي فكره سلبيه، بتسمعي كلامه ليه؟ اول حاجه عايزاكي تعلي جواكي فكره انا مطمنه بيك يا رب. انت خايفه من ايه؟ هاتيلي اقصى درجات الخوف، ما اجيبش مجموع، وبعدين هدخل كليه عاديه، وبعدين لما ادخل كليه عاديه هبقى فاشله. هو الفشل بالكليه؟ لا والله. بصوا خدوها مني كلمه، اقسم بالله افشل ناس في الدرجات الجامعيه هم انجح ناس دلوقتي تاثيرا واغنى اغنياء العالم. اقوى رد على اي فكره سلبيه ان انت ترد عليها بربنا. تمرين عملي قوي لحظه اي مشاعر خوف، مهمه قوي. تمرين السجود. الشيطان العبيط اللهبل لما بيديك اي فكره، لو لقاك مع كل فكره سلبيه فيها خوف سجدت، هيجي لك مره واثنين وثلاثه هيهرب منك، وده اقوى حاجه ممكن تضيع الخوف. فعلوا الثقه في ربنا، فمن صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واللي بيكذب بالحسنى اللي هيحصل فسنيسره للعسرى. علي ثقتك في ربنا وخليك مدرك او مدركه ان المجموع بايد ربنا مش بايد حد.